قد يكون في أعماق المرء ما لا يمكنه نبشه بالثرثرة. فإياك أن تعتقد أنك تفهمني بمجرد أنني تحدثت إليك. فهذه العبارة كنقلنا دوستويفسكي المفارقة العميقة في طبيعة الإنسان. دائما ما كيسحب لينا بلا أننا كنفهم الشخص الآخر بمجرد أنه تحدث إلينا، ولكن اللغة بعض المرات كتوقف عاجزة عن فهم الأعماق ديال البشر. فمن المتوقع أننا نفهم الصمت أكثر من الثرثرة، لأن بعض المرات كيكون الكلام كيدلنا عن طريق الحق وفهم الحقيقة، ولكن إلا كانت اللغة كتدلنا عن طريق الحق، فما الغاية من هذه اللغة وما الغاية من التواصل مع الآخرين؟ لأننا نرى كثيرا الناس يرتضون قناعا فكيسحبنا أنهم سعداء، ولكن في الداخل ديالهم هما تعساء ويتألمون. ومرة أخرى فما جدوى من التحدث. فلهذا غالبا ما يكون الصمت أجمل بكثير من أننا نهضر.